لو انت كيس المناديل اللي بتشتريها وبتخلص منك وبترميها، اوعي ترميها، لان هي كمان ليها استخدام معانا. فيديو النهارده كله افكار وافكار قويه جدا، تابع الفيديو للنهايه وان شاء الله هتعجبك. تعالوا نقسم بالله ونشوف اول فكره معانا. اول فكره معانا، لو انت بتغسلي الاطباق كده والمواعين معاكي وبدا الحوض يسد، فكل اللي هتعمليه هتجيبي لي ازازه بلاستيك، وتكون بلاستيك ويكون مليانه ميه زي ما انت شايفه كده. وهتيجي لو انت حاطه المصفى شيليها في الوقت ده. وكل اللي هتعمليه هتجيبي ازازه الميه وتنزلي بيها. فاول ما هتنزلي بيها هتبتدي كل الميه تتسحب منها، وهتعمل المنظر اللي انت شايفاه ده. هتشفط كل الهواء اللي جوه الازازه. هتطلعي خلاص بقى، تبتدي تطلعي بالازازه وتفضل الميه، هتفضل الميه اللي جواها، وفي نفس اللحظه هيسلك الحوض معاكي. هو ده اللي هيحصل بالظبط، في لحظه هتلاقي الحوض سلك منك. جربي الطريقه دي وان شاء الله تعجبك. بس لو قررت معاكي كذا مره، ده دليل ان في مشكله في الصرف. فقدامك حل من الاتنين. اول حاجه معلقه بوتاص، تحطيها عند الصرف كده، عند الفتحه بتاعه نزول الميه، وتنزلي بلتر ميه مغليه. او حاجه تانية، تجيبي معلقه ملح ليمون ومعلقه كربوناتو، وتنزلي بكوبايه من الخل، وتنزلي بلتر ميه مغليه. في كلا الاحوال هيسلك معاكي وهيبقى زي الفل. تعالوا نخش على الفكره اللي بعد كده. بس لو عجبتك ما تنسيش تنزلي تحطي لايك حالا. تعالوا نخش للفكره التانية ونشوف اكياس المناديل اللي بتخلص منك. لو بترميها اوعي ترميها، لان هي فعلا ليها استخدام تاني. تعالي بقى احللك بيها اكبر مشكله بتواجه جوه المطبخ، وهي اكياس اللي بنشتري فيها خضار، فاكهه، اي حاجه. انا ما برميش بصراحه اي اكياس، لان كيلو اكياس دلوقتي عدى ال 160 جنيه. فانا بصراحه بستخدمها تاني. وخصوصا ان انا ما بحبش احط الباسكت بتاع الزبالة جوه المطبخ، بسيبه قدام باب الشقة. علشان بطلع الزبالة بتاعتي يوميا، بحط حاجة صغيرة كده، باسكت صغنون يتملي، وابتدي اطلعه كل يوم بالليل. فانا بستخدم الاكياس دي بصراحة في الحاجة دي. لان نصيحة مني، ما تحطيش باسكت الزبالة جوه الشقة، لانه بيجيب طاقة سلبية وبيعمل ريحة مش كويسة، وخصوصا ان احنا في الصيف. كل اللي عليكي هتجيبي اكياس وتفرزيها، اللي ينفع يعني تخزني فيه اي حاجة ويكون مغسول معاكي ونضيف، تمام شيلي. انا اي حاجه بتنفع للخزين بغسلها، وبعد كده ببتدي اطبقها واستخدمها تاني. سواء للعيش، سواء طبعا الكيس اللي شايفينها البيضه دي بتبقى جايه فيها مخبوزات من الفرن، فسهل جدا اعرف استخدمها، ومش محتاجه ان انا اغسلها ولا اعمل فيها اي حاجه. تعالي بقى هقول لك لاول طريقه، وانا هعمل لك 4 طرق ان ازاي تحتفظي بالكياس. 4 طرق، ودي كانت أول طريقة منهم. كل اللي هتعمليها هتطبقي بنفس الطريقة أكياس كده وتفرزيها، اللي ينفع للتخزين واللي ينفع للزبالة اركنيه لوحده. أعزك الله. فأنا دلوقتي كل اللي هتعمليه هتجمعي مجموعة كده وتبتدي تدخليها بنفس الطريقة. وادي استخدمنا أكياس المناديل، وحلوة جدا الفكرة دي وهتعجبك. تعالي بقى هديكي طريقة تانية ازاي تحتفظي بالأكياس. كل اللي هتعمليه هتطبقي أكياس. طب نفترض أنا كده فرست دول وخليتهم للزبالة، فانا زي ما انت شايفه هحطهم جوه كيس، ويا ريت يكون كيس تخين شويه. وكل اللي هتعمليه هتسخني لي المكوه، تسخنيها كويس جدا، وتجيبي لي اي قماشه. يعني جبت تكون قطن، كمان جبت قماشه من بتوع المطبخ وكانت قطن، وبدات اسخن المكوه كويس جدا وانزل عليها. مجرد ما هتنزلي عليها يعني مفيش دقيقه وهيكون البلاستيك لزق في بعضه. هتعملي فتحه بالمقص كده وهتبتدي تطلعي بمنتهى السهوله. وعملنا كده حاجة للكياس، وكمان هتريحك من الزحمة والدربكة اللي بتعملها في المطبخ. اكتر مشكلة بتواجه كل ست البيت اللي هي اكياس الزبالة او اكياس اللي بتعمل دربكة في المطبخ. تعالي لتالت فكرة. لو انت عندك بتاعة المناديل دي رخيصة جدا، ده كانت ب 15 جنيه، يعني دلوقتي ممكن تكون غليت وصلت ل 20 جنيه. بس هتريحك جدا، ممكن تطبقيهم برضك، وبتاخد كمية كبيرة جدا معاكي، ممكن تاخد لغاية 30 40 كمان كيس. وتعالي للفكرة الأخيرة، وأنا شايفاها دي نينجا. كل اللي هتعملي حركة واحدة بس، إن انتي يعني عايزة أقولك إن أنا كمية الكيس دي تخطت ال 40 كيس كمان، كتير جدا بتاخد كمية. بس كل ما عليكي إن انتي بعد ما تجمعيهم وتطبقيهم بنفس الطريقة، إن انتي هتضغطي عليهم كويس جدا، يعني تضغطي وتطلعي كل الهواء اللي فيهم علشان الكيس ياخد أكبر كمية ممكنة. زي ما انت شايفه كده بدات، يعني حطيت في الاول شويه وبعد كده بقيت اتنيهم وادخلهم ياخدوا الوضع اللي انا عايزاه. هتبتدي بقى اي كيس، ويا ريت بقى الكيس اللي هي التخينه شويه دي، وتبتدي تتنيها وباي ابره وخيط. هتبتدي كده تديها غرزه من الاطراف وطبقيها بنفس الطريقه دي. كده معايا كيس محترم. وكمان
طريقة حلوة جدا، جربيها وان شاء الله تعجبك. انا كل اللي عملته ان انا خيطتها من الاطراف بس، من الطرفين دول، بحيث ان الكيس يبقى متقفل بطريقة كويسة جدا، يبقى منظر لو حطيته على الرخامة منظره مش بشع، وكمان مش عامل لي دربكة جوه المطبخ. هتقفليه بنفس الطريقة دي، ولو كيس تخين هيستحمل الخيط والإبرة، ما تخافيش. هتفتحي فتحة، ويا ريت ما تكونش كبيرة قوي، بالمقص كده، وهتبتدي تسحبي اكياس بمنتهى السهوله. عايزه اقول لك كل الطرق اللي انا عملتها لك دي سهل جدا. لو انت جمعتي اكياس تاني سهل جدا ترجعيهم بنفس الطريقه، بس بالراحه من غير ما تقطعي الكيس. قولي لي في التعليقات انهي واحده فيهم عجبتك. تعالي بقى عشان تحافظي على الخلاط بتاعك. طبعا كتير منكم بعد ما بيستخدم الخلاط بيروح عامل ايه، حطه في الحوض في وسط المواعين. اوعي تعملي الحركه دي. الخلاط سهل جدا تنضفيه من غير ما تتعبي، لانك لو ركنتيه عقبال ما تغسلي بقيه المواعين، عايزه اقول لك كل حاجه بتستخدميها فيه او عملتيها فيه هتنشف في اطرافه وهيغلبك. كل اللي هتعمليه هتحطي شويه من الصابون وشويه من الميه، شويه صغيرين جدا، وهتديله ضربه في الخلاط كده، خلاص نضف نفسه بنفسه. كل اللي عليكي ان انت هتشطفيه وخلاص، على كده بقى زي الفل. لو انت لسه بنوته جديده حافظي على ودتك بالطريقه دي. كل اللي عليكي هتحطيه يصفى كده او تمسحيه بقماشه. تعالوا للفكره اللي بعد كده، وهي بنجيب الخضار. كتير جدا بيشتكوا منكم ويقولك الخضار بعد كام يوم بيبتدي يمزلق معايا، بيبتدي يبوظ. طبعا كتير جدا بيتعرض للموضوع ده. انا النهارده هحلها لك بخطوه بسيطه جدا. كل اللي عليكي لو انت بتستخدمي في علبه، هتجيبي علبه تلمي فيها كل الخضار كده، وتحطي حاجه قطن من تحت، وترصي الخضار بتاعك، وتحطي اي حاجه معدن، يعني اي حاجه ما بتستخدمهاش او بتستخدميها عادي، معلقتين، شوكتين، سكينتين، اي حاجه موجوده عندك معدن تحطيها في النص. انا حطيت عشان انا العلبه كبيره جدا فحطيت اتنين، وهتغلفيها بحاجه قطن من فوق كمان، وتحطيها في التلاجة. اوعدك هيقعد معاكي اطول فتره ممكنه من غير ما يبوظ. تعالي نخش للفكره اللي بعد كده، وهي الناس اللي بتشتكي ان الشربات بيسكر منها. تعالي اقول لك على فكره عبقريه هتعمليها، استحاله الشربات يسكر منك او يبوظ. تعالي بكل اللي هتعمليه ايا كانت الكميه، بعد الغليان بتاعه كده هتعصري نص ليمونه زي ما بتعصريها، وتهدي النار. في المرحله دي عايزاكي تعملي خطوه واحده بس هي نجاح الشربات، ان انت تحطي الغطا عليها وتهدي النار. عايزه اقول لك ان بخار الميه اللي بيبتدي يتصاعد على الغطا من فوق، فبيحصل له عملية تكثف تاني، لأنه لما بيصعد فوق للغطا ما بيلاقيش حاجة يخرج منها، فبيبتدي يترد تاني للحلة ويعمل عملية تكثف، وينزل وينظف كل أطراف الحلة. أوعدك بعد كده عمر الشربات ما يبوظ منك، واستحالة يسكر منك. جربيها إن شاء الله هتعجبك. تعالي الفكرة اللي بعد كده، وهي فكرتين مش فكرة واحدة. لو انت طبعا عندك ازايز الزيت اللي بتتفضل منك، ايه اللي بيحصل؟ حضرتك بتتصرفي فيها وبتبتدي ترميها. عايزه اقول لك شويه الزيت دول كنز كنز. ارجعي للفيديو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله. هتعمليها تخزني فيها الصلصه وتحطيها على رف التلاجة، تقعد معاكي شهور مش هتتاثر ولا هتبوظ. تعالوا للفكره بتاعت الفيديو النهارده، وهي انا هاخد الجزء الصغير جدا ده. كل اللي هعمله هقص بعد معدل صباع او اتنين، يعني عقله او عقلتين من صباعك، تمام بالظبط بنفس المسافه اللي انا قايساها لك دي. عايزه اقول لك ان انت كده عملتي قمع نينجا نينجا. لو انت عندك 10 كيلو ممبار حرفيا والله العظيم هتخلصي في لمح البصر، مش هتحسي ان انت عملتي ممبار خالص، بمنتهى السهوله. عايزه اقول لك بصي، انت بتحركي مجرد صبعك بيخش. ليه قلت لك جزء صغير؟ علشان يبقى فيه ليونه، صبعك ما يتجرحش ولا يتعور. لو عملتي المسافه طويله عن كده حضرتك هتضطري تعملي بمعلقه، يبقى احنا كده ايه اللي عملناه زياده عن القمع العادي. انا عايزه ايدك تخش بمنتهى السهوله. طبعا زي ما انت شايفه ان حجم الممبار متوسط، يعني داخل بالظبط على قد الفتحه. عاوزه اقول لك هتخلصي بمنتهى السهوله من غير ما تتعبي. افكار النهارده خلصت، واتمنى تكون عجبتكم، وتنسوش تقولوا لي رايكم فيها ايه.